need to decide whether they are part of the camp of terror extremism or part of the camp of pragmatics and moderation. If some state or leader is choosing another path, there is a price to it. ده منذ الربيع العربي اللي هيمشي معانا تمام، مش هيمشي هيدفع الثمن. قال كده، قالت كده ودبرت وعملت الثمن في مصر، ودبرت وعملت الثمن في تركيا. خلي بالك محاولة الإدارة القيادة التركية تخفيف الضغط عليها من الخارج نجحت إلى حد ما في إنها يعني تخفف من قبضة العسكر وتجبرهم على إنهم يعملوا الانقلاب بالشكل ده ويفشل بالشكل ده. تخيل أنت بقى لو ما كانش الإدارة التركية اتخذت خطوات لتخفيف الضغط عليها من عدة دول من بينها روسيا وغيرها. ده أول حاجة. أدي تسيب اللي تعال روح عضو الكونجرس الأمريكي ريتشارد بلاك راح زار سوريا وراح زار لبنان ورجع من هناك. عملوا معاه مقابلات كتيرة جدا. راجل بيتكلم كلام واضح، بيقول لك بص المسألة دي كلها فيها اتنين، السعودية وتركيا. عشان كده السعودية أول حاجة عملتها، أول دولة تقريبا اتكلمت وقالت احنا مع الإدارة الشرعية للبلاد. والمغرب أول دولة عملت كده، وبعدين توالت تصريحات من الدول العربية. طبعا مصر مش دولة عربية لأنها شبه دولة أصلا، والسيسي طبعا راح مجلس الأمن وقال لهم لا ما تكتبوش الحكومة المنتخبة في البيان، دينوا زي ما انتوا عاوزين، بس اوعوا تقولوا في البيان اللي يطلع انكم تدينوا الانقلاب على حكومة منتخبة، قولوا على الديمقراطية. انما احنا عندنا مشكله في مصر، عندنا مشكله، احنا منقلبين على الحكومه المنتخبه، فازاي نطلع نقول الكلام ده؟ وعطلوا القرار. ريتشارد بلاك عضو الكونجرس الامريكي قال كلام غايه في الاهميه، لازم تسمعه ولازم تعرف هي الحكايه مجرد انقلاب ولا تفكيك وتفتيت الفوضى الشامله المطلوبه تحصل. قضينا على مصر، قضينا على العراق، قضينا على سوريا، باقي لنا مين؟ باقي لنا دولتين، السعوديه وتركيا.